كعك الأساور وصفة من التراث الفلسطيني الأصلي بريحة المحلب والمستكة، والله طراوته اللي ما بتتقاوم بتاخدكن لأجواء العيلة اللي كلها دفى وحنية. تابعوا معي خطوة بخطوة وخلونا نعمله سوا بطريقة سهلة وناجحة ومن أول مرة. عندي هاي المكونات الجافة، كنت مفكرة حالي عم صور لكم ياها بالتفصيل، بس مو مهم. هلا بحكي لكم المقادير كلياتها. كيلو طحين مع كاسة كبيرة سميد ناعم، نص كاسة سكر بودرة، نص كاسة حليب بودرة، ربع كاسة سمسم، ربع كاسة حبة البركة، نص معلقة صغيرة مستكة مطحونة، معلقة صغيرة محلب، ومعلقة كبيرة شمر، معلقة كبيرة ينسون. بدكن يا صحي 100%، هو هذا الطريقة كتير صحية، بدكن يا صحي 100%. فيكن تستغنوا عن نص كاسة سكر بودرة، بس بتعطيه لون كتير حلو للعجينة. هلأ ليش هو كمان صحي؟ لأنه الدهون أنا اللي مستخدمتها هون كلها دهون طبيعية. بدي كاسة زيت زيتون وكاسة سمنة حيواني حصرا، ما رح استخدم زيوت نباتية لأنه كلياتها زيوت مهدرجة ومو صحية. بدي افرك الطحينات بالدهون اللي عندي لحتى تتشرب كل ذرة فيهم وتتغطى بالدهون. بعد هيك بدي ريحها واترك الطحين يغب وياخد نكهة السمنة وزيت الزيتون. يفضل تتركوها لتاني يوم، يعني يوم كامل بالبراد، غلفوها وحطوها. فيكن 4 ساعات، فيكن ساعتين، بس لأضمن أطيب يوم كامل. هلا بدي جهز العجوة. كيلو عجوة عندي، معلقة صغيرة شمر، معلقة صغيرة يانسون، معلقة صغيرة قرفة، نص معلقة صغيرة جوزة الطيب، ومعلقة كبيرة سمنة حيواني. بدعك العجوات منيح وهي صارت عندي جاهزة. هلأ هون عندي 3 معالق حليب بودرة، معلقة صغيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر. بدي حط عليهم كاسة ونص مي دافية أو فاترة. بدي حركهم منيح وحطهم على عجينتنا. بدي لملم العجينة مع بعضها لحتى يغب الطحين السوائل. بدي خلي ناحي نص كاسة مي فاترة، لأنه ممكن احتاج شوية مي، يكون الطحين أو العجينة ناشفة. حسب نوع الطحين بيختلف من نوع لنوع، يعني ممكن تكتفوا بكاسة ونص حليب وممكن أكتر. أنا هون عجينتي أخذت زيادة عليها ربع كاسة مي دافية. إذا شفتوها مشققة وناشفة شوي فيكن تضيفوا بالتدريج المي لحتى يصير عندكن عجينة طرية وناعمة. وهي طريقة التشكيل العجينة تبعي. وأنا عم شكل كمان ممكن تنشف العجينة، فكمان بطريها بنقطات مي مو كتير. طريقة التشكيل كتير سهلة مثل ما لكم شايفين، بس بدكم تنتبهوا انتوا عم تسكروا العجينة على التمر. شدوا ايدكم لأنه تفتح أثناء الشوي. شكلت أساور وصفيتهم بالصينية، وهلأ صاروا جاهزين للخبز. ما بتتخيلوا ريحتهم، لسه ما شويتهم وريحتهم معبية البيت. بدي حطهم على الرف الأوسط، درجة حرارة 200. أول ما ينلدوا من تحت وياخدوا لون ذهبي بشوي وشهم بكونوا جاهزين. وهيك صارت عندي الكعكات جاهزين. عن جد ما بقدر اشرح لكم. يا ريت فيني اوصل لكم ريحة الكعكات، ريحتهم بتطير ضبنات العقل. التزموا بالخطوات ورح تشوفوا كيف سهل التحضير وأطيب من الجاهز. طريقة الحفظ: بحطهم بأكياس مونة، برجع بحطهم بعلبة، بسكر عليهم منيح ما يفتلون هوا وبالبراد. وفيكن تحفظوهم كمان لوقت كتير بعيد بالفريزر. صحتين.